السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا لسه منزله فيديو من شويه وقلت انزل لكم فيديو المخلل. انا هعمل مخلل كرنبيط وجزر ولفت. طبعا ما فيش حد ما بيحبهوش. جربوه كده باذن الله هيعجبكم. انا على الكميه دي انا عامله 6 كيلو لفت، هما مش ليا لوحدي. وعامله عليهم كرنبيطه، وعامله عليهم كيلو جزر بس. هاحط على طبعًا ده كان مغسول قبل ما أعمل، أحط عليه الملح والكلام والحاجة يعني بتاعته، كان مغسول كويس جدًا. حطيت عليه هنا على الكمية دي، حطيت عليها كيس ملح، وهاحط عليها فنجان ونص خل، وهارجع أحط زي ربع فنجان خل في الآخر، وهاحط عليهم 3 بنجرات كده حلوين. هنا طبعًا باقلبهم كويس بإيدي بعد ما أحط الخل والملح. وهنا هاحط الخل أهي فنجان ونص، وهرجع احط نص، لا ربع كمان. وهحط عليهم بقى وبشرت لهم بنجر، حطي بقى بنجر زي ما انتي ما عاوزه. طبعا ده بعد 5 أو 7 أيام يتاكل. افضل ادعكه كده ياما مع الخل والملح. طبعا ما فيش حد ما بيحبش المخلل بالذات اللفت. انا عن نفسي بموت فيهم هما التلاتة، بحبهم قوي، إذا كان الكرنبيط او الجزر او اللفت. وكمان لو اللي هو عروق الكرنب برضو بتبقى حلوة قوي. اهو قلبتهم كويس. وهنا هبشر البنجر، ابشري بقى بنجر زي ما انتي ما عاوزة لحد لما توصلي للون اللي انتي عاوزاه. اهو. ومعلقتين ونص سكر عشان ما يتهريش. السكر ما يخليش المخلل يتهري. حتى لو فلفل او بتاع ده او خيار، ما يخلوش يتهري. ادعكم برضو في بعض جامد ياما برضو كذا مرة كده. هفضل ادعك فيهم شوية. بعد كده احط عليهم المية بتاعتهم. بس البنجر خلى شكله ده حلو ازاي. عايزة لايك بقى حلو منكم كده على روتين المخلل ده. عايزة تشجيع منكم كويسة كده بإذن الله. طبعا كلكم طالما الليفت اتعمل طبعا كله بيحبه اكيد، مفيش بيت مفهوش ليفت. هنا كنت حطيت المية. هعبيه بقى في علب. هعبيه هنا في علبة وفي علبتين تاني. هو مش ليا الكمية دي، مش ليا لوحدي اهي، دي برضو دي العلبة بتاعتي. واسيبه بقى من 5 ل7 ايام. بصوا انا هوريهولكوا بس كده من الجنب بس شكله حلو ازاي.